بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيك يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتك جدا جدا جدا. انت فين كده يا ام نور؟ يعني النهارده عند امي ولسه السجاد بتاعها ما اتفرش، فقلت اعمل روتين في الاوضه بتاعتها كده. هي حاجتها نظيفه ما شاء الله وكل حاجتها حلوه، بس انا ايه، بما ان أنا هنا النهارده لازم نروق لها الاوضه ونفرش لها السجاد. اول حاجه اعملها اطلع بس البطاطين دي في الشباك اهو، والفرشه دي هشيلها. شيل الفرشه دي تحط في الغسيل، نفض الاوضه كده، اطلع بالسهل. احنا فرشنا شقتنا وظبطنا وهم لهم حق علينا. هي حاطه دوم ليه؟ عشان في فراغ بين السرير، فهي حاطه لهم دومة اسفنج ومن جداهم، وحاطه لهم الفرش دي عشان لو يوم عيل صغير ولا حاجه ما يقعش على الارض. نفض حبايبي، شلت المرتبه هي نفضتها اهي. مرتبها نضيفه، ما عندهاش عيال صغيره تبهدل لها السراير اهي. والتانية برضه على الارض اشيلها ارفعها وانفض السرير. خليكم معايا حبايب قلبي. كده حطيت المراتب اهو، وفرشت الملاية دي هتعملها تاني يا ام نور. هفرش عليها مفرش، وامسك الاوضه دي كلها كنسها وانضفها وارشها شويه ميه الاول، شويه برسيل جل تخلي ريحتها حلو. وبعد ما تنشف هفرش السجاد، والبطاطين لسه في الشباك اهي ما دخلتهاش. هفرش المفرش وارجع لكم تاني حبايبي. خلاص خلصت الاوضه اهوت، ما عادش فيها اي حاجه اهو. كنستها ونضفتها ورشيتها شويه ميه، شويه برسيل جل، ما خليتش فيها اي حاجه، وزعفتها كمان من السقف كلاته وعملته بالمقشه، خليتها عسل اهو. ما عادش الا هفرز بس السجاد واسيب الاوضه لحد ما تنشف خالص، ما يبقاش فيها اي ميه عشان ما تعملش ريحه في السجاد. واقوم فرشه الستاره ونقفل الاوضه ونطلع منها اهو. لو عجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. تحطوا لايك عشان كل ما ننزل فيديو يتفرجوا عليه. دي اول روتين ليا اعمله عند امي، وان شاء الله بعد كده هعمل روتينات مختلفة. طول ما احنا مع بعض هنعمل حاجات جديدة اهو. هفرش بس السجاد واقفل الاوضة واوريكم الشكل النهائي بقى. خليكم معايا حبايب قلبي. خلاص خلصت الاوضة كلها اهي، ما عادش فيها اي حاجة اهو. فرشت لها السجاد برضو. السجاد ده كان نسوان اخواتي كانوا غاسلينه، بس بصراحه ما كانوش لسه فرشوا السجاد في الاوضه بتاعت والدتي. الكرتونه دي حاطه فيها ايه؟ حاطه فيها دي بات عيله يا جماعه. ستاير بتاع المطبخ، اي حاجه بتبقى ايه جنبهم هنا عشان ما نحطهاش في الدولاب. ودي الدولاب بتاعها برضو، الهدوم برضو طبقناها مفيش فيها اي حاجه. ودي كرسي حاطه جنب الدولاب كده بتبقى تصلي عليه. والمروحه، احنا بما ان احنا في الشتاء المراوح ما بتشتغلش، ف لفاها في القماشة دي عشان العفرة برضه. ودي كومودين اهوت جنب السرير على طول. ودي الفريزر بتاعهم، ودي الشماعة بتاعتها برضو. ودي الدولاب ده حاطه فيه بقى اي حاجة تخص والدتي، حطها في الدولاب ده اهو. بس عشان العيال برضو، انتوا عارفين ان البيت اللي فيه اطفال بيبقى فيه نكت كتير اهو. اللي عجبه الفيديو بقى ده اول فيديو روتين اعمله عند امي.
اللي عجبه الفيديو ده يكتب لي في التعليقات وانا اعمل لكم فيديوهات عندها على طول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في رعاية الله.